شايفين العظمه اللي بقدمها لكم النهارده؟ الفيديو النهارده او وصفتنا كفته الفراخ او كباب الفراخ. هعملها في الفرن، يعني السهل الممتنع. لو مش عايزه تعملي رز وتقدميها في سندوتشات، كل واحد حسب رغبته. انا قدمتها على رز زي المطاعم. وصفتنا بقى عباره عن بصلتين 4/4 وفلفل رومي وشويه ثوم ومعلقه من الفلفل الاحمر الحلو المفروم اللي انا راكنه عندي في الفريزر. الخضار ده كله هحطه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وهنزل عليهم بنص كوب ميه عشان الخلاط بتاعي يعرف يفرم الخضار. هفرمه جيد جدا وارجع اصفيه. يبقى اول تركه مهمه جدا يا جماعه هنا ان انا انزل الميه كلها من الخضار، وعشان اتاكد انها نزل بالثبات اللي كده اضغط واصفي زي ما انتم شايفين، يطلع طفل مفيش فيه ميه تماما. الميه دي بقى هحطها في التلاجة، هستخدمها كمان شويه. وهاخد الطفل احطه في الكبه. وعندي صدور دجاج، ده عباره عن كيلو صدور دجاج انا مقطعهم قطع شاورما. ينفع بالوراك؟ اه طبعا ينفع. التوابل ايه بقى؟ ملح وكاري وكفته وتوابل فراخ وفلفل اسود وزعتر وبهارات. دي التوابل بتاعتي وانا كاتبها على الشاشه عشان يبقى كل حاجه قدامكم. افرمها بقى لمده 10 دقائق 7 دقائق، المهم ان هي تتفرم تبقى عجين كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. وعشان تبقى متماسكه معانا نضيف عليهم معلقتين من الدقيق. وبعد ما نحط معلقتين الدقيق نقلب الخليط ده كويس جدا. طب ما ينفعش نحط الدقيق ده في الكبه، هيبقى الموضوع صعب وممكن يعرض الكبه بتاعتنا للخطر. هنقلب بقى جيد جدا كده لمده 5 دقايق لحد ما الدقيق يختفي. وهنرجع نلف بالبلاستيك راب العجين بتاعنا دوت، وندخله التلاجة لمده ساعتين 3 ساعات على الاقل. تمام كده زي الفل. دي العصيان بتاعتنا بتاعت الشيش طاووق. انا استخدمت العصيان الطويله. ورجعت بعد 3 ساعات طلعت العجين بتاعنا الكفته بتاعتنا وطبق فيه ميه كده. اهم حاجه هنا يا جماعه بقى، اهم حاجه نبل ايدينا بالميه. لو ما بلتيش ايدك بالميه الكفته هتمسك في ايدك. لازم تبلي ايدك بالميه الاول وتاخدي قطعه من العجين دوت، وترجعي كده بيه واحده واحده كده، وتدخلي العصايه بتاعه الشيش طاووق. وانا بقى حطيت عصايتين عشان عايز اعمل صباع تخين. بس اهم شيء ايه؟ ابل ايديا ميه. لو ما بلقتيش ايديكي ميه هتلزق في ايدك. يبقى دي تاني معلومه او تاني تركه قلتها لكم في الفيديو دوت. زي ما انتم شايفين طالع اهو الصباع حلو ومستوي وهو كبير زي ما انتم يعني باين كل حاجه قدامكم اهو. هحطهم بقى على صاجه، على صينيه. الصينيه فيها حماله، المهم ان الصينيه بقى فيها ميه. لو عندك الطاسه التيفال اللي هي الشوايه على فوق البوتاجاز يبقى تمام قوي وتشتغل معاكي زي الفل. هدخلها الفرن لمده 10 دقائق. اكون جهزت الخليط ده. فاكرين الميه اللي فضلت من الخضار؟ حطيت عليها معلقه من الطماطم وكيس كاتشب وفلفل وملح وشويه من التوابل كفته الفراخ وكاري، وقلبتهم مع بعض. طلعتها بعد 10 دقائق الكفته. ارجع ادهن بالخليط اللي انا عامله ده. الدهان ده طرالي الكفته عشان دي صدور دجاج واديتها طعم شهي جدا جدا. شايفين المنظر؟ الشبكه علمت على الصباع الكفته وخلته شكله شهي جدا جدا. 10 دقايق يا جماعه في الفرن و10 دقايق تحت الشوايه وطلع بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. انا قدمته على رز بسمتي. عايزه تعمليها سندوتشات زي ما انت عايزه. الوصفه سهله جدا شهيه جدا، بس عايز اقول لك الاولاد حبوها قوي قوي. وزي ما انتوا شايفين الصباع بيقطم وشهي. لو الفيديو فادك ما تحرمناش بقى من اللايك والشير.